يقبل برشلونة على ملعبه أتلتيك بلباو في ثاني جولات الليغا عقب فوزه الافتتاحي خارج قواعده على فالنسيا. مباراة يدخلها الفريق الكتالوني مع بعض التغييرات في التشكيل وتوظيف اللاعبين، وفيما يلقي رحيل غوندوغان بظلاله على المشهد لا يزال الباب أمام المغادرين والقادمين مواربا في النادي. تفاصيل أوفى في تقرير باسل طبال. برشلونة بدأ مشوار ضاعه في صدارة الليغا قبل حتى الآن لم تتضح صورة نهائية للفريق، فعملية الدخول والخروج ما زالت مستمرة قبل أسبوع من إغلاق سوق الانتقالات. في الحصة الأخيرة قبل المباراة الثانية المدافع الدنماركي كريستنسن كان الغائب الأبرز بسبب بعض الانزعاجات. من المهم أن نحظى بدعم الجماهير، يجب أن يكون دعم الجماهير كبير في أول مباراة لنا في ملعبنا، فهذا سيجعلنا أقوى. دون أي شك أن رحيل غوندوغان سيترك فراغا كبيرا، لكن هذا الأسبوع يعود فيرمين لوبيز الفائز بالميدالية الذهبية في باريس، ومن المستبعد أن يخرج مارك برنال وبارك كاسادو من التشكيلة الأساسية. بيدري عاد في المباراة الماضية وشارك في الشوط الثاني، ومن المحتمل أن يبدأ أمام بيلباو مكان فيران مع تحول رافينيا إلى الجهة اليسرى وليفاندوسكي في المقدمة. لاعب مثل رافينيا يتمكن من اللعب في مراكز مختلفة في الهجوم، إنه يساعدنا كثيرا. أنا لا أحب أن أتحدث عن كل لاعب بشكل فردي، بل أفضل الحديث عن الفريق والعمل كمجموعة في الدفاع والهجوم، لكن رافينيا يقوم بضغط كبير ويساعدنا كثيرا خلال المباراة. ومع غياب كريستنسن من المستبعد أن نشهد أي تغيير في الدفاع، إنيغو مارتينيز إلى جانب كوبارسي بالإضافة إلى كوندي وبالدي على الأطراف. بداية برشلونة كانت جيدة بقيادة المدرب هانزي فليك الذي تطلع لإقناع الجماهير وتحقيق الانتصار في أول مباراة رسمية له أمام جماهير برشلونة. باسل طبال، بين سبورتس، برشلونة. أعلن ريال مدريد تعرض نجمه الإنجليزي جود بيلينغهام لإصابة على مستوى ساقه اليمنى. كشف بعد فوزه في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز على تشيلسي، يعود حامل لقب مانشستر سيتي إلى ملعب الاتحاد بأذرع مفتوحة عندما يواجه فريق إبسويتش تاون الصاعد حديثا في أول مباراة للسيتيزنز على ملعبهم هذا الموسم. المزيد في تقرير ضياء الفاتح. بعد افتتاح الموسم بالفوز على غريمه مانشستر يونايتد بكأس الدرع الخيرية، هذا هو الشيء الذي يهمني حاليا. أتفهم أن عودة إلكاي تشكل العنوان العريض اليوم، ولكن بمجرد جلوسي في هذه الغرفة إبسويتش تاون هو الشيء الوحيد الذي يهمني. أما فريق إبسويتش الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي وبعد الصعود الثاني له بقيادة مدربه المحبوب كيران ماكينا، بدأ حملته الأولى في الدوري الإنجليزي وبعد غياب 22 عاما بالهزيمة على أرضه أمام فريق ليفربول بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من الموسم. الثاني حكما على الفريق الصاعد بالهزيمة. لم تكن بداية إبسويتش في الدوري الإنجليزي سهلة، وربما القادم أصعب بالنسبة إليه، حيث يستعد الآن لرحلة شاقة إلى مانشستر ستختبر مدى قدرته على الصمود والبقاء في الدوري بمقياس قوة وشراسة البطل مانشستر سيتي. إنه تحدي كبير مع فريق مذهل، وأعتقد أنه إذا تعاملنا معه بالطريقة الصحيحة وقمنا بتبني المهمة، فأعتقد أننا سنكون أقوى بكثير للقيام بذلك. سيحرص فريق مانشستر سيتي على استغلال نجاحه وأرقامه الإيجابية ومواصلة ذلك أمام ضيفه إبسويتش مع بعض الغيابات المحتملة في صفوفه. فقد يغيب عن التشكيلة لاعب الوسط رودري الذي غاب عن مباراة تشيلسي وتدريب يوم الأربعاء، وسيغيب أيضا أوسكار بوب لعدة أسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية، بينما عاد سافيو إلى التدريب بعد خروجه في الشوط الأول أمام تشيلسي في أول ظهور له بسبب مشكلة بسيطة في الركبة، وهي مباراة سيحتفي فيها أنصار السيتي بعودة قائد فريقهم السابق إلكاي غوندوغان العائد من برشلونة. عبر كونور جالاغير عن سعادته بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد قادما من تشيلسي، وأكد الإنجليزي الدولي أنه متحمس للعب وسيبذل قصارى جهده من أجل مدربه دييغو سيميوني.
لقد كان أمرا لا يصدق. لقد أحببت كل دقيقة من تقديمي. لقد كان بمثابة نبذة لطيفة لما سأراه من المشجعين. لقد جعلني ذلك أشعر وكأنني في بيتي على الفور. هذا يجعلني أكثر حماسا للعب. المباريات في الملعب، وسأبذل قصارى جهدي دائما في كل مباراة، وأمل أن يتمكن المشجعون من رؤية ذلك. بالطبع دييغو سيميوني كان جزءا كبيرا من قراري بالقدوم إلى هذا النادي. كما تعلمون إنه أحد أفضل المدربين في العالم. أنا متحمس حقا للعب معه وسأفعل ذلك. سأبذل قصارى جهدي دائما من أجله. وبالطبع الطريقة التي يحب أن يلعب بها لاعبوه في خط الوسط أعتقد أنها تناسبني جيدا. لقد كان الطقس حارا جدا في اليومين الأولين، ولكنني سأعتاد على ذلك، وأنا أتطلع حقا إلى الاستمرار للعمل مع المدير الفني. يحلو أرسنال وصيفه الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز ضيفا على أستون فيلا في قمة مباريات الجولة الثانية من البريمير ليج، وهي المواجهة التي يدخلها كل طرف بعد أن اجتاز بنجاح اختباره الافتتاحي. وضعية الجانرز في سباق القمة مع مانشستر سيتي الذي كان من نصيبه التتويج في نهاية المطاف. ذكريات سيسعى الفريق اللندني إلى محوها حين يرتحل إلى برمنغهام ليحل ضيفا على ذات الخصم في ملعب فيلا. في الموسم الماضي هم سجلوا ونحن لم نفعل. الأمر بهذه البساطة رغم أن الفرص لاحت لنا للتسجيل. ذلك كان الفارق الأكبر عندما حللنا الأمر، وعلينا أن نفعل ما هو أفضل في المواجهة المقبلة. لكنهم يملكون فريقا قويا ومدربا جيدا. هم يسيطرون على المباريات تماما. إذا منحتهم فرصة للركض فإنهم رائعون، وإذا لم تمنحهم مساحة يصلون بطرق أخرى، وذلك ما ساعدهم على النجاح في الموسم الماضي. حيث يسعى المدرب أوناي إمري إلى تكريس انفراده بدور هادم لذات فريقه السابق. نحن في موسم جديد، وبالتأكيد كل شيء قمنا به في الموسم الماضي كان رائعا. كل لحظة استمتعنا فيها كانت خاصة وتدفعنا لتذكرها في بعض الأحيان، لكن علينا استكشاف طريقة جديدة للنجاح بما لدينا من عناصر الآن. بعض اللاعبين لدينا مستمرون ويضيفون خبرات داخل الفريق، وهناك آخرون جدد عليهم التأقلم بسرعة ذهنيا وخططيا على طريقة لعبنا. بدأنا موسم الدوري الممتاز بانتصار وهو أمر رائع، لكن الآن أمامنا مواجهة تمثل 3 نقاط صعبة أمام أحد المرشحين بقوة لإحراز اللقب. في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز يحل مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على برايتون. اليونايتد الذي استهل موسمه الجديد بفوز صعب بميدان أولد ترافورد على حساب فولم سيحاول أن يسير على الدرب ذاته من أجل العودة إلى قواعده بفوز آخر، رغم أن مهمته لن تكون سهلة في ميدان برايتون الذي تغلب بدوره في الجولة الماضية على إيفرتون، وهو الشيء الذي سيعقد مهمة الشياطين الحمر في نيل النقاط الثلاث.